بتبدأ قصتنا النهاردة في إطار مرعب عن اتنين مذيعين بيحكوا قصص رعب لمشاهدينهم مش عارفين هي خيال ولا واقع. ومن ضمن قصصهم قصة واحد مقنع بيقتل الناس في عيد الهالوين عشان وبكده هو في اعتقاده بيكفر عن ذنوبهم اللي عملوها طول السنة. يا ترى هل القصص دي حقيقية وإيه مصير المذيعين دول؟ ده اللي هنعرفه كمان شوية، فتابعوا معانا واستنونا. وعشان نعلي الأدرينالين عندك ونخليك مش عارف تقعد من الإثارة، رجعنا ليك بفيلم وقصة جديدة ومن اللي قلبك يحبه وهو الرعب. بس قبل اي حاجة ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وفولو او تنزل تحت تفعل الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. ويلا بينا. بيبدأ الفيلم مع اتنين مذيعين وهما تشيلي وبارك من محطة اف ام 78، وبيقول لنا تشيلي انه جاي النهارده يحكي قصة رعب وجرايم بتحصل في ليلة الهالوين، وبيقول للمستمعين محدش يحس بالرعب او يخاف من اللي هتسمعوه. وبيبدأ بارك يحكي اول قصة طفلة صغيرة اسمها انا، طفلة وهي راكبة عجلتها ورايحة عند اصحابها في بيت الشجر علشان يحتفلوا بالهالوين، واصحابها بيستعدوا وبيجهزوا نفسهم. واول ما بتوصل انا بيكونوا مستعدين وبيكونوا خايفين، وبيقول صديقهم مش عايزين يحصل مشاكل زي العيد اللي فات، ولكن صديقتهم بتطمنهم وبتقول لهم ان المره دي هناخد بالنا كويس. وبيستعدوا عشان يخرجوا للاحتفال، وفجاه بيسمعوا صوت بره وبيخرجوا يشوفوا في ايه، وبيلاقوا طفل بيحدفهم بثمر اليقطين او قرع العسل، بس بيحذروه بيقولوا له ابعد، احنا عايزين نحتفل ونستمتع مش عايزين مشاكل. وبيبقى واقف راجل بيتفرج عليهم لابس لبس مهرج وشكله بيكون مخيف، وبيمشي ورا الولد اللي بيضايقهم، وبيلاقي ان الولد ده بيتصرف بطريقه عدوانيه جدا، وبيفضل يخرب ويكسر في زينه الاحتفال وبيضايق الناس وبيسرق الحلوى. وبيدخل عليه المهرج وبياخده وبيدوس على دماغه وبيحوله لدميه صغيره عن طريق السحر، وبيروح يحطها جنب دمى كتير، وبيكون واضح انه قتل ناس كتير قبل كده لكن باين عليه الاستمتاع بتصرفاته. وبنروح لأنا هي واصحابها وهم بيحتفلوا وبيلعبوا بالوان والعاب ناريه وبيبقوا مبسوطين، بس بيقطعها اتصال من جوز امها ماكس وبيقول لها انا حذرتك انك تخرجي، وبيقول لها يلا تعالي انا مستنيكي في العربيه. وبيكون واضح على ماكس انه مدمن خمور لدرجه انه بيدوس واحد بالعربيه وبيسيبه وبيمشي ولا بيهتم. وبتستاذن انا من صحابها وبتقول لهم انا لازم امشي علشان اروح اثبت الحضور هناك، وبعدين اشوف طريق اهرب من البيت بعد ما ينام واجي احتفل معاكم. واصدقائها بيقولوا لها هنيجي معاكي نستناك لحد ما تيجي، بتقول لهم لا استمتعوا بالاحتفال، ولو ما قدرتش اجي شيلوا لي شويه حلوى من الاحتفال. وبتروح تجري علشان تلحق ماكس وهو مستنيها في العربيه وبيبقى متضايق جدا. واول ما بيوصلوا البيت بيقول لها انا حذرتك من الخروج، وبيزعق جدا وبتنرفز، وهي بتقول له انا عايزه احتفل مع اصحابي، بيقول لها انا مش هسمح لك بكده، وبياخدها الاوضه يحبسها ويقفل عليها بالترباس، وبيفضل يكسر الشقه بره وبعدين يقعد يتفرج على التلفزيون. وانا عندها في الاوضه اباجوره محاطه بشويه مجسمات، واول ما بتنور الاباجوره بيظهر ظل المجسمات على الحيطه، وبتمسك انا كراستها وترسم، وفجاه الرسمه دي بتنور وبيخرج منها جنيه بتنور، واول ما تخرج بتشاور لها انها هتخرج علشان تحاول تفتح الباب، وبتفرح انا وبترسم تاني في كراسه الرسم شبح صغير، وفعلا بينور الشبح وبيخرج من الكراسه وبيلعب معاها، وهي بتكون مبسوطه جدا، بس الجنيه الصغيره ما بتقدرش تفتح الترباس، وده لانه بيكون كبير عليها. وبيبدا الشبح الصغير انه يخربش في الباب، وبيسمع ماكس صوته وبيقول لها انت مش هتبطلي اللي بتعمليه ده، انت عايزه تطلعي زي امك ساحره وتتمردي على كل حاجه. وبيمسك الشبح الصغير وبتفضل يضرب فيه وبتترجى انه ما يموتوش، بس ما بيسمعش كلامها وبيدوس عليه برجله وبيموته. وبتزعل انا عليها جدا، وبيحاول ماكس يصطاد الجنيه الصغيره علشان يموتها هي كمان، بس انا بتتضايق وبترسم في كراسه الرسم شبح امها، وفعلا بيخرج شبح امها وبيمسك ماكس وبيخنقه. واول ما بتطمن انه وقع على الارض بتبعت رساله لاصحابها انها جايه تكمل معاهم الاحتفال. وعشان نعلي السنس ونزود السسبنس عندك كمشاهد بنرجع نفكرك انك هتستمتع بملخص خطير، فطبيعي وبدون تفكير وقبل ما نكمل عظمه فيلمنا يا ريت تدعمنا بلايك جميل وتشترك في القناه عشان الفتره الجايه افلام من العيار التقيل وحاجه جامده تستاهل تشوفها. ويلا بينا. واول ما بتخرج من الباب بتشوف مكان المهرج اللي محتفظ بيه بالدمى، وبتمسك الرساله بتاعته وبتقراها، وبيتضايق من اللي هي بتعمله. وبيخرج من القصه على مذيع الراديو تشالي وهو بيقول ان الاطفال دايما بيتمردوا ومش بيسمعوا الكلام وبيسببوا مشاكل كتير عشان يحققوا رغباتهم، ودي بتكون النتيجه في الاخر. وبيبدا مارك ان هو يحكي لنا القصه التانية عن العجوز شون، وهو بيحضر كب كيك وحلويات كتير للاطفال اللي هيجوا يخبطوا عليه، وبتخبط عليه طفله وبيفتح لها وبيرحب بيها شون، وبتطلب منه الطفله الحلوى وكب كيك لان مامتها بتحب تاكل الكب كيك اللي هو بيعمله كل سنه، وفعلا بيديها الحلويات والبنت بتبقى مبسوطه جدا. وبيقفل شون الباب والبنت ماشيه بتلاقي المهرج في وشها وبتقع على الارض وهي مخضوضه.
وبيروح يخبط على شون وبيفتكر ان ده اكيد حد من الاطفال تاني، لكن بيفتح يلاقي دمية قدام الباب وبياخدها ويدخل، وقبل ما يفتحها بيخبط الباب تاني، واول ما بيفتح بيلاقي المهرج في وشه بيشاور له علشان يفتح الهدية اللي في ايده، وفعلا بيفتحها شون بس بيتفاجئ ببودرة بتترش في عينه وبتحرقه جدا، وبيحاول يجري شون علشان يغسل وشه وبيتفاجئ ان المهرج دخل وراه وبيسأله شون انت مين وعاوز ايه مني، ولكن المهرج ما بيردش عليه، وبيمارس المهرج عليه بعض السحر علشان يمسك الموس ويموت نفسه، وفعلا شون بيمسك الموس وبيعمل كده. بنروح لتشيلي وهو بيقول له ان لسه في الغاز لسه مش عارفينها، وليه اختار العجوز ده بالذات علشان يموته، بس اكيد هنعرف بعدين. وبيكمل بارك القصه التانية عن شابين مستهترين جدا وبيقضوا حياتهم بالطول والعرض وبيعملوا كل حاجه وحشه، وبيدخل مايك علشان يكمل شغله في الحفله، وبتكون مهمته انه يبيع المخدرات للزباين اللي موجوده هناك. وبعد ما بيخلص بيروح لحبيبته ريتشارد وبتقول له انا عايز احتفل معاك، بيقول لها انا يوم النهارده كان في احسن حالاته وبعت كميه كبيره جدا ولازم اروح اجيب كميه تانية علشان اللي معايا خلصت، بس ريتشارد بتقول له ان هي كمان عندها شغل ومش مهتمه تقضي الليله معاه، وبتقول له انا عايزه حبوب من اللي معاك عشان اقدر اكمل شغلي، وبيديها مايك الحبوب وبيخرج يركب عربيته وبيروح سوبر ماركت وبيدي لشخص موجود هناك فلوس وبياخد منه البضاعه وبيخرج عشان يروح الحفله من تاني. وهو ماشي بيدخل الحمام العمومي على الطريق وبيلاقي بكره المناديل في الحمام مليانه دم، بس مش بيهتم وبيوصل له فيديو على موبايله وهو موجود في الحمام، واضح ان حد مراقبه، وبيخرج مايك علشان يشوف ايه اللي بيحصل وبيلاقي الشخص متغرق بالدم قدامه، ولكن بيفتكر مايك ان ده نوع من انواع الاحتفال وبيقول له انا مش فاضي للاحتفال وسبت حبيبتي عشان عندي شغل، وبيلاقي الشخص ده وقع قدامه وبيخاف جدا، وبيلاقي واحد مقنع بشكل مخيف اكتر من المهرج وبيخاف منه مايك وبيجري على الحمام، بيقع منه موبايله وبيرمي له كل الفلوس والمخدرات اللي معاه وبيقول له سيبني في حالي وممكن اديك فلوس اكتر، وفعلا المقنع صوته بيختفي وبيبص للفلوس وما بيحطش في دماغه، وبيفتكر مايك انه خد الفلوس وماشي وبيسمع من الباب هو مشي ولا لا، وفجأة المقنع بيضربه بالسكينة وبيقع مايك على الارض وبيموت. وبنروح لحبيبته ريتشارد بس بيطول جدا وما بيجيش، وبتلاقي اصحابها جايين وبيقولوا لها احنا في شغل جديد جبناه ولازم نلحق تدخل قبل دمهم ما يبرد، وبتكون ريتشارد شغاله في تجاره الاعضاء، وبتدخل ريتشارد المعمل بتاعهم وبتقعد تكلم الجثه اللي قدامها وبتشكي لها حالها، وبتقول لها انا ما بحبش اعمل كده بس مجبره علشان الفلوس، وممكن اعمل اكتر من كده عشان انا وحبيبي نعيش مستريحين ونقدر نتجوز. بتروح ريتشارد عشان تاخد الحبوب اللي اداها لها حبيبها مايك، وبتتصرف تصرفات غريبه جدا مع الجثث، وبيدخل عليها المقنع بس بتقول ان ده من تاثير الحبوب عليها، بس هي بتكون مش حاسه بكل اعضاء جسمها وحاسه بشعور غريب جدا، وبتحاول تهرب من المقنع لكن مفيش قدامها اي خيار، وبتستسلم قدامه وبيجي المقنع قدامها وبيرميها وسط الجثث اللي هم قتلوها، وبتكون ريتشارد خايفه جدا وبتلاقي ان كل الجثث بتقوم تهجم عليها وتموتها، وبيقفل عليها المقنع باب المعمل وبتموت ريتشارد من الخوف وسط الجثث وبتخلص القصه. وبنروح لتشالي وهو بيقول ان دي قصه جامده جدا وكل واحد لازم يتعاقب على اخطائه وان ده ابسط عقاب ممكن يحصل لهم، وبيرد عليه بارك ان حتى لو في اخطاء بيرتكبوها في قانون لازم ياخد مجراه، مش مجرد مقنع فاكر نفسه بيحقق العداله. وبيكمل بارك الحكايه هو وصاحب مايك وهو رايح يسرق بيت، وبتكون مع حبيبته بتعمل نفسها تعبانه جدا بره في الجنينه، واول ما بتشوفها صاحبه البيت ماري بتدخل علشان تطلب لها المساعده، بس حبيبته بتقول لها ما تطلبيش الشرطه، بس ماري ما بتكونش فاهمه هي بتتكلم عن ايه، واول ما بتدخل بتلاقي صاحب مايك بيسرق البيت وبتتسحب من وراه عشان تطلب البوليس او تدوس على جرس الانذار، بس صاحب مايك بيشوفها وبيروح يجري وراها لحد ما بتستخبى تحت السرير، وبيقول لها مفيش مفر طالما شفتي وشي لازم اموتك، وبيقرب من السرير بتضربه في رجله وبتسيبه وتهرب لحد الجنينه، وبتجري وهو بيروح وراها وبتوصل لحد المرجحه وبيضربها لحد ما بتقع على الارض، بس في حاجه غريبه بتحصل، بيظهر فجاه المقنع وبيلف حواليه حبل المرجحه لحد ما بيشنقه، وبتبقى ماري مستغربه جدا ازاي بيعمل كده ومين ده اصلا. وبنروح لتشالي وهو بيقول ايوه كده هي دي بقى العقاب، وبيقول لبارك ان في متصله بتسالك ايه اكبر مخاوفك، وبيرد عليه ان اكبر مخاوفي هي البطه، بيقول له تشيلي البطه دي حاجه بسيطه جدا بس كل واحد وليه قدرات، وبيرجع يحكي القصه اللي بعديها عباره عن واحد لابس لبس دراكولا وبيكلم صاحبه فيديو كول وبيقول انت لبست لبس النهارده يبقى انت اللي هتصطاد النهارده، قال له اعتمد عليا انت كل مره اللي بتصطاد، المره دي انا هتجرأ واعمل كده، وبيقول له صاحبه انت محتاج مساعده، بيقول له دراكولا لا مش محتاج مساعده من حد، وبينزل يروح لحد مجموعه من فتيات الليل وبيختار واحده وبيركبها مع العربيه، وبتقول له هنقضي الليله النهارده في العربيه، بيقول لها لا احنا النهارده دي ليله الهالوين ولازم نبقى مختلفين، وديني عند القواد بتاعك، بتقول له ده خطر عليك انا واثق من اللي انا بعمله انا عايز نوع جديد اجربه، واول ما بيوصل هناك بيبقى واضح ان مجموعه القوادين دول خطيرين جدا وبيقوموا علشان يهجموا عليه، بس فجاه بيظهر صاحبه وبيفضل يضرب فيهم هو ومجموعه من صحابه، والبنت بتبقى مستغربه جدا من اللي بيحصل
حصل لهم، وبياخدهم وبيكتفوهم. هو تشيلي وبارك مبسوطين من القصة، بيقولوا يستحقوا اللي حصل لهم، وبيقولوا ان في ناس سيئين كتير يستحقوا العقاب. واضح كده ان القصة مشوقة. وبياخدهم دراكولا وصاحبه بيلبسوهم فكة القرع وبيدلوا عليهم دم، وبيقولوا لو عاوزين تنقذوا حياتكم اهربوا. وفعلا بيبداوا يهربوا، اول ما بيجروا بيصطادوهم بسهام. وفعلا دراكولا بيقول لصاحبه احنا كل سنة بنعمل نفس الطقوس وعايزين السنة الجاية نغير. وبيقول له لا كده احسن، احنا بنقتل الناس اللي بتستحق العقاب فعلا. وبيبقوا فاهمين انهم كده بيحققوا العدالة، وبيجي الشخص المقنع بيساعدهم في قتل القوادين، وبيستغربوا من القوة الخفية اللي بتساعدهم يعملوا كده. وفجأة المقنع بيقتل المجموعة دي وهما بيستعدوا يمشوا بعد ما خلصوا احتفال. وبيقطع تشيلي القصة وبيقول ان في متصلة بيك يا بارك عايزة تقولك ان هي معجبة بيك. ولما بيرد عليها بتقول له فاكرة قصص زمان عن مصاصين الدماء ودراكولا؟ قال لها انا لسه حكيها. بتقول له لا انت فاكر قصة زمان؟ وواضح انهم يعرفوا بعض، وبيحفزوا تشيلي وبيشجعوا انه يحكي القصة اللي عنده، اكيد هيستمتعوا بيها كتير واكيد هتبقى احسن من اللي فاتت. وبيبدأ يحكي قصته عن جوردينا، وهي رئيس فريق لتحرير الشيطان من البيوت القديمة، وبتكون هي وفريقها رايحين لقصر قديم محروق مات فيه ولد، ولحد النهارده محدش قادر يسكن في القصر بسبب الارواح. واول ما بيوصلوا للقصر كاوتش العربيه بيفرقع، وبتقترح ساره المساعده بتاعتها ان تقعد هي وصديقهم علشان يصلحوا كاوتش العربيه، وبيصوروا كل الاحداث اللي بتحصل من بره. وبتدخل جوردينا هي وفريقها، وبتحس ان الارواح قريبه منها، وبتبقى سامعه اصوات محدش سامعها غيرها، وبتقول لهم ان الطفل مات في الاوضه دي مش في القصر كله. وبتخبط على الاوضه قبل ما تدخل، وبيستغربوا جدا، وبتقول لهم روحوا صوروا مكان تاني محدش يصور هنا. وبتدخل الاوضه لوحدها، وبيظهر لها الطفل ويحكي حكايته، وان هو كان بيلعب هنا مع صحابه في الجنينه، واصحابه تحدوا انه يدخل القصر ويقعد فيه ليله كامله عشان يقدر ينضم للفريق بتاعهم. وفعلا الطفل ده بيدخل، وبيبقى الامور طبيعيه لحد الباب ما بيتقفل عليه، وبيبدا يشوف حاجات عجيبه جدا. وفجاه جوردينا بتلاقي ان الاوضه بتولع من اول وجديد ومش فاهمه في ايه، والفريق بيفضل يخبط على الباب علشان ينقذوها، وبيبدا القصر كله يولع بالفريق اللي جواه. بنروح لتشيلي وهو بيكمل باقي القصه، وبتتصل بواحده اسمها ساره، بتقول له انت بتحكي القصه دي منين وعرفت الاحداث دي منين؟ بيقول لها دي مش قصتي، دي قصه صاحبي. بتقول له دي قصه فعلا حقيقيه، بس محدش يعرف احداث اللي حصل غير اللي كان موجود، واكيد صاحبك كان من ضمن الفريق اللي موجود. كله تشيلي بيستغرب من اللي بيسمعه، وساره دي اللي بتكون استنت بره علشان تصلح كاوتش العربيه، وبتكون شافت في الكاميرا القصر كله وهو بيولع. وبنروح لبارك وبيكون مع نفس الولاعه اللي ولعت في القصر، وبيولع سيجارته، وبنشوفه هو قدامه نفس العلبه اللي كانت مع المهرج اللي بيديها للعجوز، وحاجات كتير غريبه من اللي كانت مع المهرج. وفجاه بتقع منه الولاعه وبتولع في الاستوديو كله، وتشيلي بيشوف دخان طالع من الاستوديو، وبيحاول يدور على بارك علشان ياخده وينقذه، بس مش بيلاقيه، وبيطلع فجاه بره يقع على الارض، وبيربط الاحداث ببعض. وبنشوف الطفله انا وهي ماسكه الرساله لسه وكراسه الرسم حواليها، وبنشوفها وهي ماسكه صوره المهرج. وفجاه المهرج بيهجم على تشيلي، بس انا بتقطع الرسمه في نفس اللحظه، وبيختفي المهرج، وبتكمل انا احتفالها مع اصحابها، وبتخلص ليله الهالوين بغموض وتشويق كبير. وبكده بيخلص فيلمنا النهارده. ما تنساش فولو ولايك وشير، وتقول لنا رأيك في التعليقات، وتحب تشوف أفلام إيه جديدة معانا، وتفعل زر الجرس وتشترك في القناة لو بتتابعنا على اليوتيوب، وهتلاقي لينك بيج الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. سلام.